السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم الكشري المصري الجميل جدا بطعم روعة وتكلفة بسيطة خالص ومقادير بسيطة. هيكون بالنسبة لكم احلى من المطاعم بكتير. هنسمي الله ونصلي على رسول الله وهقول لكم المقادير ايه بالظبط، ويا ريت تمشوا على الخطوات، هيطلع معاكم تحفة ومفلفل وجميل جدا. معايا هنا كده كوباية عدس بجبة، وهنا كوباية حمص. نقعتهم حوالي 3 ساعات كده. بصوا هنا نقعت العدس بجبة دوت، وهنا نقعت الحمص. وعندي هنا كيس مكرونة سباكيتي وكيس مكرونة ملية صغيرة خالص. مقادير بسيطة جدا هتعمل معاكي كمية موفرة. طبعا الأسعار عدد غالية جدا، وعلشان تجيبي وتكفي عيلتك هتكلفي كتير. فمن الأفضل ان انت بتعمليه في البيت، بيطلع معاكي كمية حلوة قوي وطعم وريحة مفيش بعد كده. هنحط الأول هنا حوالي كوباية زيت، ومعايا هنا 6 بصلات أو نص كيلو كده. قشرتهم وهقطعهم كده قطع صغيرة أو حلقات زي ما انت عايزة، وهنزل بيهم كده على الزيت. بصوا كده تقطيع صغير كده او حلقات حسب ما انت عايزه. هنحمر البصل هنا مع بعض. دي التقليه، اول حاجه هنعمل التقليه. بعد كده عندي هنا حله نصها ميه، وحطيت عليها معلقه ملح ابيض، وهنسلق المكرونه هنا كده مع بعض على ما البصل يتحمر. خلاص كده هنا البصل بدأ يتحمر اهو، خلاص ما شاء الله جميل جدا. ما بياخدش وقت، ولا تحط دقيق ولا نشا ولا اي حاجه. هنجهز هنا بقى الحمص، وهنجهز هنا الدقة بتاعتنا. عندي هنا بصلاية مبشورة ونزلت عليها هنا بكوباية الحمص بعد ما غسلتها وصفتها. احط هنا بقى عليها معلقة كمون، وهنا معلقة شطة. احنا بصراحة بنحب الكشري حامي او حار، فبنحب نزود فيه الشطة. طبعا انت بقى حسب ما انت عايزة، مش عايزة تحطي شطة خالص بلاش. وهحط هنا ربع كوباية خل ابيض. وهنزل كده هنا بطماطمايه معصورة. هنا انا بسلق الحمص، وفي نفس الوقت بعمل مية الحمص دي اللي بتسلق فيها كأنها الدقة. وهنزل هنا ب3 كوبايات مية. هنزل احطهم بقى على النار واوطي عليهم خالص. لما يستووا ما شاء الله بتلاقي الريحة بتاعتها جميلة. هنا المكرونة بتاعتي حطيتها كده بعد ما المية غليت. كسرت هنا المكرونة الاسباجيتي كده حوالي 3 قطع، وبقيت الكيس التاني حطيته برضو. هنوطي عليها النار وهنحطها لمدة 5 دقايق تغلي مش اكتر. هنزل هنا على الدقة كده بالحمص بمعلقة توم مفرومة. هنا بقى الزيت اللي هو اللي احنا شلنا منه التقلية هنحط فيه معلقة كوباية العدس بجبة. انا هنا مش هسلق العدس، انا هعمل هنا رز بني زي بتاع المطاعم بالظبط. هنزل بكوباية العدس بجبة في قلب الزيت مكان التقلية. هشيل منه شوية صغيرين، وهكمل بقى احط هنا ايه العدس بجبة مكانه. كده خلاص هنا المكرونة اتسلقت معايا 5 دقايق مش اكتر، وهصفيهم كده. هنسيب العدس بجبة هنا يتحمر. الطريقة دي جميلة جدا، انا واخداها من حد شغال في مطعم بصراحة، وبتخلي الطعم جميل. عندي هنا بقى بدأ العدس بجبة بعد ما بيتحمر واحس ان هو بدأ يستوي كده، بنزل عليه بكوباية شعرية بحمرها معاه برضو. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه لو عجبكم الفيديو. هنزل هنا بقى بكوبايتين من الرز انا غسلاه ومصفياه. هنزل برضو على الشعريه والعدس بجبه كده بعد ما اتحمرهم، وهقلبهم في بعضه كويس. هحط هنا كده معلقه ملح ابيض. هقلبهم في بعض هنا كده، وهنزل عليهم بمعلقه كمون.
وهحط حوالي 3 كوبايات ميه. يبقى كده عملنا الرز والشعريه والعدس بجبه مع بعض. بعد ما يغلوا كده ويتشرب الميه اللي عليهم دي، نبدا نهدي النار عليهم. صدقوني الطريقه دي جميله جدا وبتخلي معاك الرز مفلفل وبني كده زي بتاع المطاعم. بصوا هنا كده بدات الميه اللي عليه دي تتشرب او تختفي، وهديت النار عليه بعد ما يبدا يغلي. بصوا هنا ما شاء الله، والريحه جميله جدا بصراحه. عندي هنا في حله فاضيه انا خدت شويه زيت من بتاع التقليه اللي كان فيه البصل، حطيتهم هنا في حله فاضيه، وهنزل عليهم هنا بمعلقه توم وبصلايه مبشوره صغيره. هقلبهم كده بس مع بعض تبدا ريحتهم تطلع. احنا هنا هنعمل الصلصه بتاعه الكشري. بصوا خلاص هنا كده الرز ده استوى خلاص. بصوا هنا مفلفل معايا ازاي وجميل، مش ملزق في بعضه خالص ولا معجن ولا اي حاجه. والرز كده شكله بني، خد من اللون بتاع العدس بجبه ومن التحمير بتاع الشعريه، جميل جدا زي ما بنشتريه من بره بالظبط. خلاص هنا كده الثوم والبصل بدأ ريحتهم تطلع. انا مش عايزه احمرهم، انا بس هديهم تشويحه صغيره كده بحيث ان ايه ريحتهم تطلع. هنزل عليهم هنا كده بكيلو طماطم انا عصرته وصفيته كويس. هنزل هنا كده بمعلقتين شطه. الشطه دي اختياري حسب الرغبه، اللي عايز يحط ماشي ومش عايز بلاش. وهنزل هنا كده بمعلقه ملح ابيض ومعلقه كمون وربع كوبايه خل ابيض عادي. طريقه الدقه دي جميله جدا ومخليه ريحه الصلصه تحفه، والكشري اصلا ريحته كده عامله قلبان في البيت، ريحه جميله جدا. ومن كيسين مكرونه كده وكوبايتين رز عملت شويه كشري ما شاء الله. خلاص هنا كده بدأت الصلصة استوت معايا، هتغلي بس حوالي 5 دقايق على ما الثوم والبصل اللي فيها ده يستوي، وبعد كده هطفي عليها. وهنا قلبت المكرونة على الرز اللي انا عملته، وحطيت على وشهم كده شوية معلقة كمون. بصوا هنا ما شاء الله كده جميل ازاي، زي بتاع المحلات بالظبط، والله ما يفرقش عنه حاجة، والريحة بتاعته جميلة جدا. بصوا كمية قد ايه. وهنا كده الحمص بالدقة، منه الحمص اتسلق ومنه اتعملنا الدقة في قلب الحمص. ما شاء الله كده جميل، والريحة بتاعته جميلة جدا، والثوم اللي فيه مستوي. هنا بقى غرفت كده الكشري، بصوا عامل ازاي، اقسم بالله يعني حاجة على الواقع والطبيعة، وبتهيألي الطبيعة احسن من كده كمان. طعم وريحة مفيش بعد كده. اشوفكم على خير بالفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.